السلام عليكم اصدقائي صديقاتي، كيف دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم القضيه ديال اليوم بافضل حال. وبلا ما نطول عليكم المقدمه، خذوا لكم شي بلاصه تكون ترونكيل، شي حاجه تشربوها واجيو تسمعوا القضيه ديال زينب ديال اليوم. غتدينا الاردن وغنمشيو عند واحد السيده اللي الاسم ديالها زينب. زينب من اصول سوريه، مزوجه وعايشه في الاردن. عندها 3 ديال الوليدات، مها عندها 14 سنه، وبنت سميتها رشا عندها 13 سنه، ووليد اسمه محمد عنده 7 سنين. زينب كانت خدامه في مجال الحلاقه، كان عندها صالون. كانت معاونه الزوج ديالها على المصروف، حيت كانت الامور الماديه ديالهم ناقصه شويه. ايضا كانت عندها مشاكل مع الزوج ديالها من البدايه ديال الزواج ديالهم. الزوج ديالها كان عصبي وكان كيعنفها لفظيا وجسديا. المهم ما كانوش مفاهمين بالمره، وديما المشاكل كان كيغير عليها. وتخيلوا انه كان كيحرم الام ديال زينب انها تجي عندها للدار، وايضا ما كانش باغيها انها تخدم في الصالون. بزاف ديال المشاكل لدرجه انها كانت حاطه به 4 ديال الشكايات عند البوليس. كل مره كانت كتعرض للعنف كانت زينب كتمشي تشكي به، وكيدخلوا بيناتهم الناس كيصالحوهم وكيعاودوا يرجعوا يتصالحوا. وعلى وجه الوليدات ديالها ما كانتش كتبغي انها تفارقهم مع الاب ديالهم، فهنايا كتصالح معاه وكترجع تاني تعيش معاه العيشه اللي ما يقدر حتى حد يصبر عليها. صبرات وبقات على هذا الحال حتى سنه 2019 بالضبط، نهار 27 في الشهر 7. السيده اللي كانت خدامه مع زينب في الصالون كتلقى اتصال من زينب كتقول لها سبقيني للصالون وحليه، انا غادي نجي ونتلاقاو تماك. دارت معاها مع 10 ديال الصباح. السيده مشات للصالون، حلاتو وبقات كتسنى في زينب، ولكن زينب ما جاتش. حتى شي واحد ما بقى سمع عليها حتى شي خبر. الام ديال زينب كتصل بها، ولكن كتلقى التليفون ديال بنتها طافي. تواصلت مع الزوج ديالها كتسول على زينب، قال لها انا في الخدمه دابا، غادي نخرج نمشي للدار ونشوفها واش كاينه في الدار. الزوج كيخرج من الخدمه كيرجع للدار كيكتشف ان زينب ما كايناش. كيسول ولادو كيقولوا ليه حنا ما شفناهاش. بقى كيقلب عليها وكيسول عليها، ولكن والو. زينب غبر ليها الاثر، ما عرفوها فين مشات. زينب غبرات والتليفون ديالها طافي. هنا الزوج مشى عند الشرطه، حط شكايه بالاختفاء لفائده العائله. عطى المواصفات ديال الزوجه ديالو والصور ديالها. البوليس تعاملوا مع البلاغ بطريقه روتينيه بحال اي بلاغ ديال الاختفاء. بقاو كيقلبوا على زينب، الزوج ديالها كيقلب عليها. هز وليداتو داهم عند الاهل ديالو حطهم واستمر في التقلاب. الام كذلك مشات كتقلب على بنتها وتوجهت للاعلام. هنايا خدات واحد الموعد مع واحد القناه واستضفوها ومشات عندهم، عاودت ليهم باللي بنتها خرجت وما بقاتش رجعات. كانوا عندها مشاكل مع الزوج ديالها، وايضا كتناشد بنتها باش الا كانت كتشوفها ترجع لعائلتها ووليداتها. بقاو كيقلبوا لمده ديال 11 يوم، ما خلاو فين مشاو وشكون سولو، ولكن بلا نتيجه. كلشي الناس كيقلبوا معاهم. جا واحد السيد عند ام زينب قال لها يلا انت كديري بلاغ للابنه ديالك بالاختفاء ديالها. فعلا مشات تحط بلاغ، وهنا الشرطه كتقول لها باللي ديجا جا الزوج ديالها وحط بلاغ، وباللي انهم دايرين خدمتهم، والا كانت شي معلومات راه غادي يعلموهم. كدوز تقريبا مده ديال 15 يوم، وهنايا كتعيط الشرطه الام وكتقول لها باللي خاصك ضروري تجي عندنا مقر الشرطه. هنايا الام كتدي معها ولدها اي الاخ ديال زينب وكيمشيو لمقر الشرطه. غير دخلوا عند الشرطه هنايا كياخذوا من عند الام واحد العينه ديال الدم ديالها. هنايا الام بقات كتسولهم علاش خديتوا ليا يعني العينه ديال الدم وواش لقيتوا بنتي، وهنايا ما لقاو حتى جواب. قالوا لها غير صبري، راه حنا كنديروا شي تحاليل ويكون خير. هنايا دازت واحد المده ديال الوقت، الشرطه كتعيط على الاخ ديال زينب وكيديوه لمستودع الاموات باش يوريوه واحد الجثه واش ديال الاخت ديالو او لا ديال شي بنت اخرى. الاخ ما قدرش انه يتعرف على الجثه واش ديال اختو
اولا ديال شي وحده اخرى، فقال لهم ما عرفتش. بقاو في هذا الاثناء كيتسناو التحاليل باش يخرجوا، وفعلا فاش غادي يخرجوا التحاليل غيلقاوهم طابقين 100%. اي الجثه اللي كانت ميته وفي مستودع الاموات واللي تلقات ميته هي الجثه ديال زينب. لقاوها في واحد البرميل اللي كان مسدود ومكبوب فوق منه السيما حدا واحد البنك في وسط المدينه. كيفاش توصلوا الشرطه لهاد البرميل وتعرفوا على الجثه؟ هنا غادي نقول لكم الاحداث كيفاش وقعوا من الاول. هنا من بعد الام ديال زينب فاش دازت في داك البرنامج، القضيه تعرفات ولات قضيه ديال الراي عام. البوليس بداو التحقيقات ديالهم، بداو كيستجوبوا الزوج وحتى الوليدات. فاش مشاو كيهضروا مع الابنه الكبيره اللي الاسم ديالها ماها اللي عندها 14 سنه، كيحاولوا يسولوها على الام ديالها. هنايا كتعاود لهم ماها بلي الليله قبل ما تختفى الام ديالها، يعني نهار 26 في شهر 7، كنا في الدار، ماما جات من الخدمه نعسات، وفي الصباح فاش فقنا ما لقيناش ماما، وخلات الفراش ديالها مرون، وهي ماشي منعتها انها تخلي فراشها مرون. ملي مشيت كنتحرك في الدار كنلقى لاكارت ديال ماما ديال التليفون، هزيتها وخبيتها. وفاش دخلت للطواليت كنلقى البيجامه اللي كانت ماما لابساها مخبيه في واحد القنت وفيها شي بقع ديال الدم. هنا دخلني الشك، ولكن ما قدرت نقول حتى حاجه. مشيت سولت بابا قلت ليه راني ما شفتش ماما، يعني فين مشات؟ قال لي راه ما شفتهاش. وهنا فين جاو هاد الاحداث كامله. من بعد الاختفاء ديال الام ديالها المده ديال 3 ايام، ماها بدات كتشم واحد الريحه خايبه في الدار. فاش مشات سولات باباها قال لها بلي راه غير الرائحه ديال الطواليت اكرمكم الله. وهو بدا كيرش في الغاز في الدار، يعني بلاصه ما يرش المعطر اولا البخور ولا شي حاجه بحال هكا، بدا كيرش في الغاز باش يعني يخطي ديك الريحه اللي ماها بدات كتشك فيها. ماها بدات كتشك في باباها، ولكن ما قدرتش انها تقول حتى حاجه حيت كانت خايفه على راسها، خصوصا ان الاب ديالها يعني كان كيعنف الام ديالها وكيعنفهم، يعني يقدر يعنف حتى ماها ولا يقدر يدير ليها شي حاجه. بقات ساكته حتى جاو سولوها المحققين، وهنا غتعاود ليهم الشرطه كاع داكشي اللي وقع والاحداث اللي وقعوا بلي انها كانت شاكه في باباها. هنا الشرطه مشات جابت الاب اللي ولا مشتبه به رئيسي في الاختفاء ديال زينب، واجهوا بالحقائق وداكشي اللي عاودت ليهم بنته ماها. وهنايا غادي يحطوه امام الامر الواقع. هنا غيضغطوا عليه الشرطه بعد مده قصيره، غادي ينهار وغادي يبدا يعترف. قال بلي هذيك الليله جات وطلبت منه الطلاق، وبقات كتبزز عليه الفكره انه ما بقاتش باغيه تعيش معاه وانها بغات تطلق منه. زايد هو وياها في الهضره شويه، بداو كيدابزوا باليدين، وهنايا غادي يخنقها وغادي يقتلها. شدها دارها في واحد البيت ديال الصابون اللي ما كان كيدخل ليه حتى شي واحد من الدار المده ديال 4 ايام. هنا فين البنت بدات كتشم الريحه في الدار، وهنايا خاف انه يحصل داكشي علاش خدا الجثه وجاب واحد البرميل داروا الجثه فيها، وهنايا خلط السيمه وسد بها، وداك البرميل شدوه وحطوه وسط المدينه. وهنايا الناس بداو كيدفعوه وهما يحطوه حدا ديك البنكه. وهنا فاش دازت المده ديال 11 يوم واكتشفوا الجريمه، هنا الشرطه لقات الجثه والزوج تبتت عليه الجريمه من بعد الاعتراف ديالو وشهاده ديال ابنه، وتشد الحكم ديالو داز، ولكن ما تعرفش واش خدا الاعدام او المؤبد، ولكن اكيد غيكون خدا الحكم اللي يستحقه. كانت هذه هي القضيه ديال زينب، وهاد المعطيات هما اللي عندي في القضيه ديالها. نتمنى القضيه تنال الاعجاب ديالكم. حطوا لي الاراء ديالكم، يعني شنو رايكم في هاد القصه هذه؟ ان شاء الله في قصه ماجيه. مع السلامه.